في زمن بعيد، اجتمعت قبائل كثيرة لمهاجمة المسلمين في المدينة. ولما وصل الخبر، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يفكر في حل. اقترح سلمان الفارسي فكرة ذكية: حفر خندق كبير يحمي المدينة. وبدأ الجميع يعمل بتعب وصبر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم بنفسه. وعندما وصل الأعداء، تفاجؤوا بالخندق ولم يستطيعوا الدخول، فحاصروا المدينة أياما صعبة، لكن المسلمين صبروا ودعوا ربهم. وفجأة أرسل الله ريحا قوية قلبت خيام الأعداء، فهربوا في الليل دون قتال. وانتهت غزوة الخندق بنصر عظيم، وتعلمنا أن الذكاء والصبر والإيمان هم طريق النصر. اشترك في القناة على اليوتيوب والفيسبوك ليصلك كل جديد.